المرطب ده لو استخدمتيه بس شهر واحد هتلاقي فرق في بشرتك كبير جدا. المرطب ده مخصص للبشرة الدهنية، وبجد تجربة على ضمانتي. يلا بينا نشوف الفيديو. القصة بدأت لما المنتجات كلها غلت وسعر الدولار رفع، مبقتش عارفة اجيب اي مرطب لبشرتي كويس، ولا حتى عارفة اتعامل مع اللي موجود معايا، لان لو خلص بسرعة هضطر ان انا اجيب حاجة غالية. قعدت الحقيقة ان انا ادور لحد ما لقيت دوت اللي هو جل. لقيته جل، وكمان ماركة بانسينول او المكون الرئيسي بتاعه اسمه بانسينول. فقلت خلاص انا هجيبه ونجربه. فكان ساعتها عامل حوالي 35 جنيه او 37 جنيه، او لا كان عامل 45 جنيه تقريبا. المهم ان انا قلت ايه يعني، مش مهم نجيبه كده ورخيص وحلو. بصراحة جبته وجبته لاختي كمان، وكان اول مرة استخدمه اصلا، فاستخدمته لها هي. وقلت لها ما تقلقيش ده عليه تاني، ما حلو جدا نهائيا. انا قعدت حوالي 3 شهور بدور عليه لحد ما كنت خلاص هستسلم واجيب ابو 150 جنيه اللي هو من ماركة شان. فبصراحة رحت اسأل في الصيدلية اللي انا كنت بطلب منها دايما، لقيته موجود عندها وبكميات، فعلى طول جبت 2 فورا يعني، لاني خلاص مبقتش قادرة استغنى عنه. طب الجل اسمه ايه بقى؟ اسمه ميلا بانسينول. ده ده شكله، خدوا سكرين شوت. ميلا بنسلون مكوناته كلها طبيعيه، واهم حاجه فيه ان هو جل. وعلى فكره في منه كريم، بس هتلاقي الشرطه الزرقاء دي خضراء. الكريم دوت ممكن البشره الجافه او البشره العاديه في الشتاء، وممكن كمان تجيبيه وتستخدميه لايديكي، بيبقى ممتاز جدا يا بنات. وبجد بتبقى اولا قوامه خفيف جدا، تعالوا اوريكم القوام بتاعه. قوامه جل شفاف، فبتحسي ان انتي بالظبط بتستخدمي اكنك بتستخدمي كده يعني جل الصبار، بجد بيبقى تحفه يعني. على طول بصوا القوام، شايفين جل شفاف. المهم ان هو كل ما تيجي يعني خلاص انتي نقطه منه اصلا بتكفي البشره كلها، بيقعد معاكي فتره طويله قوي. واول ما بتحطيه مسافه وتحطيه خلاص الجلد بيبدا يتشربه، ومبيبقاش فيه اي مشكله او اي ماده دهنيه على بشرتك خالص. سعره زي ما هو 45 جنيه. لو انا سالت عليه، عايز اقول لكم سالت عليه صيدليات مصر كلها، والله العظيم كل الصيدليات الكبيره اللي هي فيه فروع، اللي فروعها هنا بس في اسكندريه، او فروعها بس في القاهره، او اللي ليها فروع في كل المحافظات. سالت عليه، بهدلت الدنيا ادور عليه، قالوا لي مش موجود ابدا وناقص وخلصان ومش عارف ايه، مفيش منه غير كريم. فانا الكريم مش هينفع مع بشرتي خالص يعني. فالمهم تعالوا اقول لكم بيعمل ايه. بيجدد خلايا الجلد وبيعيد حيويته، بمهدئ لحروق الشمس واحمرار الجلد، بيزيد من نعومه ونضاره البشره. تعالوا كمان اقول لكم انه ممكن يستخدم كمان للاطفال في حفاضات الاطفال. يعني انت لو اخدتيها معاكي ومعاكي بيبي ونسيتي بتاع البيبي، او مثلا عنده مشاكل كبيره قوي في الالتهابات بتاعه الحفاض، ممكن تستخدميه. فهو له استخدامات كتيره قوي 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 يعني. بس هو في الاساس، بس عشان ما تخافوش، هو والله الاساس بتاع البشره، فعشان ما تخافوش خالص. بالنسبه بقى للمكونات بتاعته، مكوناته حلوه جدا. في الوفيرا، وفي عسل، وفي بنسينول طبعا، وفي جليسرين، وفي ميه، وفي حاجات كتيرة قوي حلوة، معظمها حاجات طبيعية. والاحلى من كده انه ليهم صفحة على الانستجرام، وليهم صفحة على لينكد يعني، وعلى الانستجرام والفيسبوك، وبجد بينزلوا منتجات تانية كتير قوي. فلو انتوا عايزين تعرفوا اي حاجة عن منتجاتهم، هسيب لكم اللينك بتاعهم في صندوق الوصف في التعليق المثبت. ده مش اعلان خالص، بالعكس ده منتج عجبني وانا حبيت اعرفكم عليه. وده اللي بجد بيغير ملمس بشرتي، بيخلي دايما بشرتي نضرة. دايما بحطه في الصيف، ممتاز في الصيف جدا، لانه بيشيل اي طبقه جلديه، او اي طبقه اي طبقه فيها عرق، او اي طبقه فيها دهون كتير قوي في البشره، خصوصا لو هتحطي ميك اب او او ده فرحك مثلا، فانت عايزه مرطب كويس يرطب البشره كويس، وفي نفس الوقت انه يعني ميعملكيش اي طبقه من الدهون الزياده. وده كان فيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يكون سهل وسريع وبسيط. اشوفكم على خير فيديو جديد. اوعوا تنسوا بعد ما تشوفوا الفيديو، لو فيديو عجبكم تحطوا لي لايك، ولو ما عجبكوش تحطوا لي سبسكرايب وتشوفوا فيديوهات تانية، وكمان تقولوا لي عايزين تشوفوا ايه الفتره الجايه. باي باي.